حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. بصوا النهاردة هنعمل ايه مع بعض. هنعمل بقسماط في البيت. انا هنا معايا كيلو دقيق. نوع الدقيق ده حلو قوي، فحبيت اعرف حبايبي بيه. جربته في حاجات كتير قوي وجميل، فطبعا عشان حلو لازم اقول لحبايبي عليه. اسمه البيت. دقيق البيت لجميع اغراض، يصلح لجميع الاغراض. النهارده هنعمل مع بعض بقى البقسماط. هناخد نص كيلو من الكيس ده. بس اول حاجه هنعملها هحط هنا 3 معالق سكر عشان تبقى اللقمه معايا مسكره. تمام. وهنزل برشه ملح، رشه ملح دي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. وهنزل بمعلقتين خميره او معلقه كبيره خميره، يعني بصوا معلقه كبيره. بس هحط حبه تاني علشان ايه الدنيا ساقعه دلوقتي. تمام. هنزل بكوبايه ميه. هنزل بكوبايه ميه، بس الميه بتاعتي تكون دافيه عشان طبعا الخميره تشتغل. كوبايه الميه اهي، بس مش هنزل بيها كلها عشان برضو مش عارفين نوع الدقيق هيبقى عامل ازاي. تمام. وهنزل بنص كوبايه زيت. نص كوبايه زيت. نوع الزيت يكون نضيف علشان خاطر ما يعمليش ريحه في قلب العجينه. تمام. وكمان حبايبي هنزل بمعلقه لبن بودر عشان تعزز لي الطعم. طبعا انا هعجن بميه، فلازم ازود القيمه الغذائيه للقمه بتاعتي اللي انا هعملها او للحاجه اللي انا هعملها. هبتدي اقلب كل المكونات مع بعض، وبعدين هنزل بنص كيلو دقيق زي ما اتفقنا. نص كيلو كفايه قوي لان هيعمل لي كميه حلوه. هبتدي بقى انزل بدقيق، وطبعا هعجن بايديا علشان خاطر اعرف ملمس العجينه. والعجينه العجن ما خدش اكتر من كوبايه ميه ومعلقتين 2، يعني هو ما خدش اكتر من كوبايه الميه ومعلقتين 2. هنا الدقيق ما خدش مني سوائل كتير. نوع الدقيق ده جميل قوي، انا جربته في الفطير المشلتت كان حلو قوي. هبتدي بقى اعجن، ولازم اعجنه عجنه حلوه كويس عشان خاطر اللقمه معايا تبقى مخدومه كويس. هنزل كمان بمعلقه بيكنج باودر دي عشان تدي هشاشه للبقسماطايه وتديني يعني قرمشه. هبتدي بقى اعجن والم الجوانب. العجينه بتاعتي نظيفه. بعد ما عجنتها العجينه سابت ايدي لوحدها، فهي بتكون العجينه بتاعتي قاسيه، مش لينه بالدرجه الكافيه يعني. هبتدي اعجنها كويس جدا لحد ما توصل للقوام اللي انا عايزاه، تبقى ناعمه في ايدي. جربوه والله العظيم، ده كان جميل قوي وكان تحفه قوي. زي ما انتم شايفين كده العجينه بتطلع من البوله بتاعه العجن ومن ايديا. عجينه جميله قوي بصراحه. انا كده عجنتها زي ما احنا شايفين كده، هفردها فرده بسيطه. العجينه هتريح مش هتخمر، يعني انا هسيبها تريح مش هتخمر. هسيبها 10 دقايق بالظبط على ما احضر حاجتي. اغطيها بكيس بلاستيك واسيبها لمده 10 دقايق لحد ما احضر الصواني بتاعتي والسمسم بتاعي. حابه بقى تعمليه ساده براحتك. هنا معايا السمسم، بس في خطوه انا نسيت اعملها. نحط معلقتين ميه على السمسم علشان يلزق على البقسماطه ما ينزلش منها، بس انا كنت شغاله بكذا حاجه فنسيت الخطوه دي. هبتدي بقى اقطع العجينه بتاعتي لقطع، وابتدي ابرمها او اقسطها زي ما احنا شايفين كده. آه، ما تعملهاش رفيع او مش تخين قوي علشان لسه كمان هتخمر.
وهنزل بيها على البقسماط واحطها على صاج او صينيه مدهونه دهنه خفيفه. زي ما احنا شايفين كده مقطعين اللقمه صغيره، علشان كده كده هي بتتبرم معايا. فانا مش عايزاها تخينه قوي ولا رفيعه قوي، والسمك بتاعك ده برضو انتي اللي تحبيه. يعني انا عن نفسي انا ما بحبش البقسماط الرفيعه، بحسها ناشفه، ولما باجي اشرب بيها شاي بلبن بتبقى ناشفه. وهبتدي بقى اظبط الحروف بتاعه البقسماطه بتاعتي علشان خاطر ما تبقاش رفيعه وتتحرق مني في الفرن. هنعمل نفس اللي عملناه قبل كده، وهننزل في صاج او صينيه مدهونه زي ما احنا مش شايفين كده. هبتدي بقى الجوانب بتاعتي اظبطها عشان يبقى شكله كمان شبه اللي هو في الفران. هو ممكن يكون شبهه شكلا، لكن اقسم بالله طعمه خطير خطير، لاني مخدوم. زي ما احنا شايفين كده هنعمل نفس اللي عملناه قبل كده لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. وكمان التشكيل ده بتاعك انت، يعني انا عملت كمان جزء عين اليمامة، آه زي ما انت حابة بقى تعمليه. حابة برضو تعملي كبير صغير، زي ما حضرتك تحبي يعني. هبتدي بقى اعمل الكمية كلها في السمسم، بس نصيحة زي ما قلت لكم، تبلوا السمسم بمعلقتين مية. ابتدي بقى اظبط الصواني بتاعتي او السجام بتاعتي، وانزل بالبقسماط عليها. زي ما احنا شايفين كده البقسماط هنا عندي مش متحمص، لكن لو عند حضرتك متحمص مش هيقول لا شغال. زي ما احنا شايفين كده، والزيادة نزليها بايديكي. هنا هبتدي اعمل جزء تاني لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. هنا بقى لو انت بقى حابة بقى تعمليه مدور، زي ما احنا شايفين كده، بس تحاولي تقفليه كويس زي ما انت شايفة كده، علشان خاطر ما يفكش منك في التسوية. وانزل برضو بيه في البقسماط، ولو حباه سادة مش هيقول لا، عادي. لو ما عندكيش سمسم خالص وحابه ان انت تعملي الموضوع كله من غير سمسم مفيش مشاكل، السمسم بس هو طعم وشكل. هنعمل الكميه بتاعتنا كلها زي ما انت عايزاها. حابه تعمليها كده تمام، حابه تعمليها اللي هو الصوابع البقسماط العاديه اللي احنا متعودين عليها برضو تمام. ده البقسماط المدور. انا اكلت منه والله وانا شغاله، بعد ما السجات اللي هي كانت بتطلع، بصراحه طعمه خطير والله العظيم. وكل ما تسيبيه كل ما هينشف معاك يعني. انا لما صورته كان لسه يا دوبك يعني هدي، لكن ما بردش بطريقه كافيه، فكان آه، مش مقرمش معايا بالدرجه، لكن كل ما بيقعد كل ما بيقرمش معايا. انا خلصت كل الكميه اللي معايا، وعملت لي كميه حلوه قوي. يعني انا كده خلصت العجينه بتاعتي. ولازم تسيبي ما بين البقسماط والبقسماطه في قلب الصاج مسافه كافيه، عشان لما يخمر ما يلزقش في بعض. او زي ما احنا شايفين كده بعد ما خمر، لا هو كده لسه ما خمرش، احنا كده دوبك قطعناه وسيبناه يخمر. هسيبه بقى يخمر في مكان دافي، وبعدين ندخله الفرن. هنا كده بعد ما خمر، هنا بعد ما خمر، فهندخله على فرن سخن
علشان خاطر يستوي معايا على طول. هنا آه خلاص خمر كده، دخلنا الفرن وابتدى يتحمر من تحت. فانا عايزه كل شويه نقلبه كده اهوت علشان خاطر ما تبقاش فيه حته متحمره وحته لا. آه زي ما احنا شايفين هعمل تيست كده. فانا عندي الفرن زي ما انتوا عارفين ان هو حامي، هو كده احمر من تحت، فهرفعه على الشبكه من فوق عشان ياخد لون تحت الشوايه، وهدخل غيره. يعني انا اللي هطلعه هحط ايه غيره. هنا اهو بعد ما استوى، هو لسه سخن. بصوا جميل ازاي، مش عارفه امسكه عشان هو لسه سخن. هنا بعد ما خلصت الكميه كلها، ودي الكميه اللي طلعت معايا زي ما احنا شايفين فظيع. دي الكميه كلها يعني عمل لي زي كيلو، النص كيلو عمل لي زي كيلو. وهنا لسه زي ما قلت لحضراتكم هو لسه كده مهديش، يعني يا دوبك هدي، لكن ما بردش بالطريقه الكافيه. هو مقرمش وكل حاجه، بس كل ما هتسيبيه كل ما هينشف معاكي وكل ما هيقربش معاكي. اللقمه طعمها حلو قوي وجميله. اعملي اشكال بقى لو عندك عيال وحابه ان انت تغيريهم عشان تاكليهم وكده، فانت اعملي لهم اشكال مثلا بحروفهم. تعملي لهم مدور زي ما انا عامله. تعملي كده عشان انت تفطري بالصبح في منتهى الجمال.